تحيي ولاية ولاد جلال في كل 7 من شهر نوفمبر ذكرى استشهاد البطل الشيخ عاشور زيان الذي ارتقى إلى جوار ربه شهيدا سنة 56 900 وألف بعد معركة وادي خلفون الشهيرة. والشهيد عاشور زيان لم يكن قائدا عسكريا عاديا، بل هو بطل يحاكي في قيادته وحنكته وتأثيره أبطال المقاومة الشعبية الجزائرية، بدليل أنه الوحيد من القادة العسكريين الذين حملوا لقب الشيخ، وفي ذلك دلالة كبرى على مكانة وقيمة هذا الرجل. وعن الشهيد عاشور زيان مولدا ونشأة يقول الأمين الولائي لمنظمة المجاهدين بولاد جلال المجاهد الطاهر معاش: الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. نشكر إذاعة زيبان التي دائما وأبدا تطل علينا في كل المناسبات وتأخذ المعلومات من منابعها، ونحن على أبواب ذكرى لشهيد من أعلى طراز وهو عاشور زيان، هذا الرجل العظيم الذي استهوى القلوب وجمع في ظرف قصير ربما ما تعداش 8 أشهر أو 9 أشهر إلى 1000 جندي مدججين بالسلاح ولباسهم عسكري واستعدادهم كل الاستعداد من أجل مقارعة فرنسا ومقاتلتها ومحاربتها. هذا في البداية، وأصله من قرية البيض ابن المبروك، ومن مواليد 1919. وأول ما درس في زاوية سموها زاوية عبد الجبار، زاوية عبد الجبار تابعة للعرش ولاد ربح. ثم بعد ذلك راح لعين ملح، ثم بعد ذلك راح عين الريش، قرأ في عين الريش، ومن بعد جاء الزاوية المختارية، وهنا ونقرأ أصول الدين بصفة عامة من فقه ونحو وصرف وكذا وإلى آخره، كل ما يستلزم اللغة العربية قام قراها هنا في دار الشيخ. هذه الخطوات العامة نتاع الشيخ زيان. في الحقيقة قال عليه أحد أعمدة ثورة التحرير مصطفى بن بالعيد عندما استقبله في أحمر خده بالأوراس، عندما أتى الشيخ زيان ناض وقف بكل إجلال وتقدير وعز ووفاء لزيان، وقال فيه كلمة مشهورة، قال لقد أتى الرجل المعول عليه في الصحراء. وقال فيه أيضا أسد الصحراء في مناسبة قبلها. بالنسبة لزيان في هذه المدة استطاع أن يجمع مجموعة كبيرة وأن يقسمها عبارة على أفواج، ووصل صيت هذا الرجل ومجموعة هذا الرجل ومجاهدي هذا الرجل إلى القاعدة نتاع القمام تقربا، وجهة بويرة شرقا شمالا، وكذلك الجهة الجنوبية من حتى لورقلة. هذه المجموعة نتاع الشيخ زيان اللي كانت تغطي هذه المساحة الشاسعة. ونحكي لكم هذه القضية بالنسبة للشيخ زيان في صيفة 56 قبل الاستشهاد تاعو ب4 أشهر ولا 5 أشهر. دار لهم الحاج قويدر عمي أنا بعد، دار لهم عرضة للجيش تاعو حوالي 450 جندي، وكلاته كل مع بعضها. وحنا نشوفوا التضامن الشعبي، ونشوفوا الناس اللي عندهم محبة في الوطن تاعهم واللي عندهم محبة في المجاهدين. 450 كلاته كل، وقمنا بها. ثم بعد ذلك الناس اللي رايحين بعيد من ضمنها بن قويدر، هذا جند في صيف 55، يقول له محاد معاش، سموه في الجهة هذه الغربية يسموه محاد معاش. هذا داوه الكمين
للقعدة نتاع القمامتة كما يقال، قعدة القمامتة هذه راها في جهة أفلو، وهي الحدود كانت بين الولاية السادسة والولاية الخامسة، وكذلك مجموعة قعيقع داو الكمين، والكمين هذون كانوا من عين الملح، كان نشفى مليح، زوج كمين الواحد يقول له بقيرة، وكميو القادري مع حد صغير، وكميو الخوه، هذون هما اللي يداو الناس اللي بعيد. أما الناس اللي قريب منها الحاج شريف عينوه في جهة مجدل، ومجموعة أخرى في جهة ولاد عمارة، وجهة ولاد محمد المبارك، وجهة كذا العروش هذه، جهة عين الريش، عينوا لها جماعة راحوا يمشوا لأنهم قراب. هذه الانطلاقة. وكذلك بالنسبة للمعارك والكمائن والشيء اللي قام به الجيش تاع الشيخ زيان، في الحقيقة عدد كبير وفيه نتائج كبيرة، ولكن شاءت الأقدار وحد الأجل له ولغيره من إخوانه المجاهدين، وقاتل المعركة هذه نتاع خليفين، واستشهد فيها ما استشهد على رأس هذا الشهداء سي عاشور زيان. النشاط النضالي للشهيد عاشور زيان بدأ مبكرا، سواء هنا بالجزائر أو في المهجر، يضيف المجاهد الطاهر معاش. هذه حياته كلها، وراح للمهجر، وبعد المهجر جاء، وكي جاء قبل لا يروح للمهجر أول ما قام به دار حانوت هنا في ولاد جلال، ومن بعد ما دار الحانوت زاد دار مقهى، ومن بعد المقهى دار المقهى هذيك ولاو يسموها نادي الشباب، وهنا وين كان يلقن في الدروس تاع الوطنية لأبناء هذه المنطقة، وما كانش اللي ما يعرفش الشيخ زيان. وبعد ما خرج من الحبس والتحق بالفلول الأولى نتاعو اللي موجودة في بوكحيل، جمعهم يوم من الأيام في جهة يسموها الصفيصفة، وقعد معهم شهر. هذا الشهر هذا كان حملهم صعوبات كبيرة، يعجنوا في الكسرة، يهزوا في الماء، يقصوا في القش تاع في الودان، كذا كذا. ومن بعد أخيرا واش قال لهم؟ قال لهم هذه العملية كل في حد ذاتها كنت نشوف فيكم اللي يوصل لهذه الدرجة ويشوف هذه الصعوبات ربما يتراجع، ما كان له يزيد يواصل معنا. والحمد لله ما كانش اللي خاب من هذا الجيش، وما كانش اللي رجع، وما كانش اللي ذل، وما كانش اللي تراجع على وطنيته وعلى محاربة فرنسا. كي نقول باللي عاشور زيان هو الاب الروحي تاع الجهه، وهو اللي كلفوا سي مصطفى بن بولعيد بالمنطقه بالناحيه الثالثه من الولايه اوراس النمامشه كما كانوا يسموها فعلا. وبالنسبه لنا احنا الرجل اللي استطاع في مده قليله من الثوره ان يجمع ما يربع 1000 جندي، 1000 جندي. وانا هذه شهاده من بيتنا احنا. الحاج قويدر الله يرحمه معاش عمي هذا عرض الجيش تاع الشيخ زيان 400 جندي كلات مع بعضها، و40 جندي احنا جندت مع الشيخ زيان من دارنا احنا نفسها. لان احنا علاه احنا كان عندنا ملك في دار سقويدر، انتم تعرفوش الجهه ربما، وكان عندنا رحاه كنا مستقرين، وكانت هذيك المنطقه كامله كانت كل تجي ثم وعندها علاقه بنا وكذا الى اخره. كي اندلعت الثوره جات الناس كلها اللي يجند يجينا احنا، اللي راح يجند ويتصل بالشيخ زيان يخرج من عندنا احنا. أما عن أهم ما يميز الشهيد البطل عاشور زيان من صفات ومميزات، فيضيف المجاهد الطاهر معاش. قمة في الوطنية، يقعد نهارين في دارهم، 10 في السجن. تقريب زيان الحقيقة كان عنده خصوصيات، ومن ضمنها الرأفة والرحمة على المواطن. وكان
ما يشكش في أي جزائري يبيع الوطن تاعو، من الوطنية تاعو. ومن ضمن ما حكي عليه وهذا شيء صحيح في المراجع، الشيخ زيان كان من الناس الحنان كما يسموه الجنود تاعو، يسموه الحنين المجاهدين وكذا. يوم من الايام نحس الصباط تاعو لبسوا الجندي، هذه واحده. كانوا معه رجاله في الحقيقه، وعرف كيف يختار ثاني حتى من المسؤولين في حد ذاته، لان الحنكه تاعو سياسيه قبل الثوره خلته يعرف العروش ويعرف كذا، بالاضافه الى الحنكه تاعو العسكريه، لانه كان عسكري. الحرب العالميه كل عقبها مع الجيش الفرنسي كتجنيد اجباري، ماهوش كذا. لكن هذه الحنكه هذه خلته في اختياره للمسؤولين ولا اختياره للمجاهدين كان صايب، يهز من كل عرش 4 5 اللي هم عمدة تاع العرش هذا. كان اعتماده على الجهة تاعنا، ثم انتقل إلى ولاد نايل بصفة عامة، منطقة ولاد نايل وغيرها. هذه بالنسبة للشيء اللي نعرفوه على الشيخ زيان، وهي في الحقيقة اللي قلت لك كل عندها مراجع. لكن الأشياء اللي قال هذه قضية ما عندهاش مرجع، ما نجموش نقولوها لأنها تنقل وتسجل وتكتب، ولكن هذا الكتابة كتبت خاطئة. هاي الشيخ زيان عطوف ورحيم، ورجل من حفظة القرآن، رجل متفقه، رجل دين، رجل كذا رجل كذا، رجل ميعاد. أنا شفته 2 مرات، شفته في العرض هذه تاعنا اللي عرضناهم، وشفته في الخروب. الخروب هذا كان من المراكز تاع عاشور زيان بجانب العرش تاعنا. ثاني رحنا نوردو نجيبو في الماء، لقينا الشيخ زيان ولقينا الجنود تاعو. ونهارها انا ديت واحد عزوز وقول لها زوره بالاخضر، هذه بنت عم الشايب، ديتها لبنها جندي معه. هذه مرتين نشوفه، قبلها ما شفتو، ومن بعدها رحمه الله ما شفتوش. هذه هي الشيخ زيان في الحقيقة طويل، راك تشوفوا حتى في الصورة ذيك نتاع الاستشهاد تاعو، وكان يلبس الكبوط هذاك الطويل. ولكن الشيخ زيان في الحقيقة الطويل والعريض، عرضه وطوله هو في عقله، في فكره، وفي حياته اللي عقبها في هذيك السنين. والحقيقة من خلق بدا السياسة وهو في الحرمان من الحياة، لأن السياسي عمره ما يعود ما يحصل على بعض الامتيازات في السياسة وفي الحياة. كان نهار في الحبس و10 نهار في دارهم و10 في الحبس. والحقيقة والواقع إذا كان حبينا نقول، كل ما قبل الثورة في الجهة هذه بالنسبة للشيخ زيان، هذه كل إطاراته اللي التحقت بالثورة، هذه كل إطاراته هم اللي كونهم سياسيا دبلوماسيا وعسكريا. وإحنا عاشور زيان هو الأب الروحي تاع المنطقة، هذا الواقع، هو من كون الناس سياسيا ودبلوماسيا وهيئهم للثورة هو عاشور زيان. وإحنا على أبواب الذكرى تاع إحياء استشهاد هذا الرجل نهار 7. بالنسبة لنا رانا رايحين نديروا حاجة مليحة بالنسبة للشيخ زيان، ونحضروا له الناس وراهم جايين الضيوف. وعن الشهيد عاشور زيان دائما هذه شهادة عن البطل على لسان كل من الأستاذ السيد محمد حليس والأستاذ الصحفي السابق عبد الحليم هياج. شهادة للمناضل الكبير طيب فرحات حميدة، ها غير كما مات في عمره أكثر من 100 عام، وكان من رفقاء الشيخ زيان. يقول جاته رسالة عندما هرب مصطفى بن بلعيد من السجن، جاته رسالة باللي عندنا اجتماع بعد هروب مصطفى بن بلعيد من السجن. يقول في شهادته، ما هي عندي، قال رقم انشغالاته وكذا، قال زيان لبى، قال أنا كنت من مرافقين له.
يقول في مشهد، يقول أنا أعرف مصطفى بن العيد أنه رجل ثقيل جدا، ورجل قال فإذا به في لقاء عندما استقبل الشيخ زيان قال مصطفى بن العيد خرج قال على الوقار نتاعو هذاك، قالوا بدا يحتضن فيه، قال احنا واقفين، قال مشهد قال غريب من مصطفى بن العيد، قالوا والتفت إلينا وقالنا هذا هو الرجل الذي نعتمد عليه في الصحراء. أي بهذه المناسبة وراه وقع له كما قال لك الشيخ مؤامرة وكذا، ومن بعد هو إنسان طيب ما عاقبش ولا واحد، رغم أنه عرفهم وعرف الجماعة وعرف القضية لا وكذا، ولكنه هو رجل جماعة ويكره الدم، لا يحب الدم أبدا. وهذه القصة أو كتبها سي الطيب فرحات حميدة في أثناء ملتقى التاريخ نتاع 1881. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة الكلام على عاشور زيان كلام كما يقولوا ذو شجون، لكن أنا كانت لي فرصة باش تقربت من الناس اللي كانوا مع عاشور زيان كما الشريف شنوفي، وثاني رافقت الكاتب والمؤرخ عبد الكريم قذيفة كي دار الكتاب تاع القائد عاشور زيان. كنت نشوف كيفاش يجمل المعلومة ويجملها من المصدر، الناس اللي عرفت عاشور زيان. هذاك الكتاب اللي ذاك الوقت تكلفت به بلدية ولاد جلال طباعة، كان فرصة باش يعرف الناس في الذكرى 50 اللي كانت مناسبة أننا احتفلنا بالشيخ زيان في هذاك الوقت في 2006 بالذكرى 50، واللي كان فيها الحضور تاع كل الولايات، خاصة الولايات اللي كان يشرف عليها الشيخ زيان، وهي ولاية المسيلة والأغواط والجلفة وبسكرة. هذو اللي كان الجيش تاع الشيخ زيان يتمركز في هذه المناطق. قلت لك أنا كان لي الشرف أنني قعدت مع الحاج الشريف وهو يتلو والله يدلي بالشهادة نتاعو للكاتب عبد الكريم، أن الشريف كان هو المرافق للشيخ زيان في الرحلة تاعو من جبل كحيل إلى جبل أوراس. وربما احنا كي نشوفوا الفيلم نتاع مصطفى بن بولعيد نشوفوا في واحد اللقطة قبل ما يتفجر فيه اللغم هذاك ولا القنبلة اللي نصبوها له، نسمعوه يقول للجندي اللي كان مكلف باش التواصل معه، يقول لهم تهلاو في الشيخ زيان في الفيلم، تهلاو في الشيخ زيان. هذيك الحادثة هذيك يرويها الشيخ الشريف شنوفي رحمه الله، وهو واحد من قادة المناطق نتاع الشيخ زيان، لأن الشيخ زيان الجيش تاعو في المناطق هذه كان هو القائد الكبير، وكاين مناطق كانت 3 مناطق أو 4. المهم أنا ننصح اللي حب يطلع على التاريخ تاع الشيخ زيان يعود للكتاب تاع عبد الكريم قذيفة الذي طبع في 2006 وأعيد طبعه عن طريق وزارة المجاهدين. هذا الشيء اللي نجم نقوله. قلت لك كانت فرصة ثاني عرفت الشيخ عليات الحاج عليات اللي ثاني عنده يعرف الشيخ زيان عن قرب في إطار حزب الشعب، يعني قبل ما يكونوا تاع نقولوا جيش التحرير وجبهة التحرير. المهم قلت لك أنني رافقت هذاك الكاتب واللي استمع كذلك للمجاهد الكبير طاهر عجلات. سمعنا من عمر صخري شخصيا، وقعدت أنا مأثرة في الكلمات اللي قالها الشيخ عمر صخري أو الرائد عمر صخري، اللي قال أن في ثورة التحرير 54 ما كان حتى واحد اسمه الشيخ إلا الشيخ زيان، لأن كي نشوفوا كلمة الشيخ نلقاوها في قادة المقاومة، الشيخ بو عمامة، الشيخ بو بغلة، الشيخ بو معزة، الشيخ بو زيان. المهم كانت تطلق على قادة المقاومة، لكن الوحيد في ثورة التحرير اللي يسموه الشيخ هو الشيخ زيان. وقال هذا راه وسام يتميز به الشيخ زيان، لأنه جمع بين حفظ القرآن والتعلم هنا في الزاوية المختارية،
وجمع بين القيادة العسكرية. درك كي يتكلموا عليه الناس العسكريين كما الرائد عمر صخري يبحر ويتكلم عليه بإبداع، لأن هذا الرجل كان مميز في وقته باش يشكل جيش يفوق 1000 مقاتل في تلك الفترة الصعبة باش تجمل يعني هذا العدد، وكله تحت القيادة نتاعك قبل استشهاده في 56. قلت لك أننا كانت لنا فرصة باش نكونوا قراب للناس اللي مشاو مع الشيخ زيان، اللي حدثوا الشيخ زيان، اللي قعدوا مع الشيخ زيان، اللي قراوا مع الشيخ زيان، ولكن نظن راهم اليوم أكل في دار الحق. هذا هو الشيء اللي نجم نقوله. دركا أنا بالنسبة لي اللي كان قريب ليه وتحدث عليه بإسابة هو الشريف شنوفي. الشريف كيعود يتحدث على عاشور زيان ما تحسش باللي يتحدث على بشر عادي، يتحدث على رجل جمع بين الأخلاق، بين العقيدة الصحيحة، جمع بين القيادة العسكرية، ولم يكن قائدا متعسفا أو قائدا ظالما. كان هو يقول الحاج الشريف أنه هو ما تميزوش بين الجنود، رغم أنه كل الجنود يحترموه، ما هوش احترام نتاع رتبة، لأن في وقته ما كانش كاين الرتبة، وإنما يحترموه كشيخ ويحترموه كقائد. ولذلك الشيخ زيان جمع بين القيادة والمشيخة، ولذلك يقول باللي كان عنده احترام كبير وسط الجنود تاعو. نعم الكلام اللي قلته صحيح، وهذا ما يردده كل من عرفه عن قرب، وما يحبش يظلم، ما يحبش يظلم ولا يتخذ قرار. حتى في ذاك الوقت كي يسمع باللي فلان قال مثلا راه عميل ولا يوصل الخبر للعدو، ولا ما يتخذش قرار متسرع بإعدامه أو بمتابعته ولا كذا، لا، يحب يتمحص وداير لجنة شرعية في الجيش تاعو اللي ترجع لها القرار نتاع الفتوى، يعني ماهوش قرار عسكري بحت، اللي يرجع كذلك للشريعة وش قالت. الشيء اللي أنا ننصح باش يطلعوا الناس على الكتاب نتاع عبد الكريم، لأن علاه اجمع فيه أكبر عدد من الشهادات اللي كانت موجودة في تلك الحقبة، يعني في الفترة نتاع بين 2005 حتى نهاية 2006، اللي كان يمشي وين يسمع خبر يمشي يجمع الخبر. وكان ثاني فرصة في ذاك الوقت، لكن للأسف الشريط الوثائقي اللي كاين شريط وثائقي من المفروض يخرج على الشيخ زيان. ثاني نقول لك ربما عمر بن سعيد عنده المعلومة، إذا كان اتصلت به عنده المعلومة، لأن علاش راه جمع قدر لباس به من باش يدير الشريط الوثائقي حول الشيخ زيان. بقات له السفر لفرنسا وبقات له السفر لبلجيكا، هنا تعطل لأنه هو حب يروح وين مشى الشيخ زيان، وين كان مهاجر في فرنسا وكيفاش كان يخدم مع الناس اللي ثم قبل الثورة، والذهاب نتاعو المؤتمر بروكسل هذا اللي يقول باللي راح الشيخ زيان شخصيا. هنا ثاني ربما تكون عنده معلومات، لأن علاه جمع عدد كبير من الشهادات الوثائقية، وراها نظن كون تكتمل، أنا في مقدوري يعني كون تكتمل يكون شرط وثائقي مهم للشيخ زيان وللمنطقة أكل، رغم أن الشيخ زيان ماهوش كاين ناس يحبوا يحصروه في المنطقة. الشيخ زيان قائد وطني، ماهوش كاين ناس يحبوا يحصروه في البيض، كاين ناس يحبوا يحصروه في بلدية ولاد حركات، كاين ناس يحبوا يحصروه في ولاية بسكر. لا، الشيخ زيان في وقته ما كانش التواصل، وكان تحت القيادة نتاعو 4 ولايات. صح. 4 ولايات راه مش سهل في ذلك الوقت. والشيخ زيان كان معناها عنده أسلوب التواصل. علاه نجم يجمل هذا العدد الكبير من مختلف المناطق ومختلف القبائل؟ لأن ربما كاين اللي يقول لك باللي الشيخ زيان كما يقولوا قاد قومه، أو كان قائد في وسط منطقة ولاد نايل. لا، الشيخ زيان كان معاه العروش الكل، لأن منطقة الأغواط ما هي منطقة الجلفة،
ومنطقة الجلفة مش هي منطقة المسيلة ولا ولاية بسكرة. الشيخ زيان كان رجل جمع بين مختلف العروش هذه والقبائل في المنطقة، واستطاع تجنيدها، واستطاع بناء قوة عسكرية كبيرة في تلك الفترة. الشيء اللي خلى مصطفى بن بولعيد كي راحوا ليه بعض المجاهدين في ذاك الوقت باش يعطيهم القيادة، للمنطقة. قال مثلا روح انت راك مكلف بالمنطقة الفلانية، قال لهم انتم علاه جاييني والشيخ زيان هو عندكم، علاه راكم جاييني انا والشيخ زيان؟ ارجعوا للشيخ زيان. هذا هو الشيء أنا اللي سمعته، ولكن قلت لك ما نجموش احنا قد ما نتحدثوا عليه. تحدث عليه ثاني في ذاك الوقت الشيخ عبد الجبار مختاري، قال قريت معاه في الزاوية المختارية، كاين معناه يحكي جوانب نتاع أن الشيخ زيان كان عنده النكتة، كان يضحكهم. ماهوش هذا الشيخ اللي شقل صارم، عنده النكتة، عنده يقصر معاهم. كان يجتمع مع الشباب ثاني في وقته في مقهى الشباب. المهم كانت عنده تجارب، خاض المعارك السياسية قبل الثورة. معناها قبل الثورة الحزب اللي كان ينتمي ليه ترشحوا ذاك الوقت، ولكن الغلبة كانت للجناح اللي موالي لفرنسا في قبل الثورة. لكن الشيخ زيان قد ما نتحدثوا عليه قد ما نذكروه ما نجموش نعطوه حقه. أنا نشوف باللي الشيخ زيان ربما لازمه فيلم لا يقل عن الفيلم اللي داروه على الشيخ بوعمامة، لأن هذا الشيخ من العدم، من لا شيء. لأن الشيخ بوعمامة واصل المقاومة نتاع الأمير عبد القادر، وفي ذلك الوقت ولا كانت المنطقة أكل أو الجزائر أكل تثور من منطقة إلى أخرى، ثورات شعبية. لكن الشيخ زيان راها بعد ما توقفت الثورات الشعبية وحبس كلش قبل الثورة، قبل ما تتفجر الثورة، وقبل ربما ما يكون على باله بالبيان نتاع أول نوفمبر اللي ساقته مجموعة معينة، الشيخ زيان كان يخدم، كان يوجد للثورة. درك ما نجمش نقول لك أنا هل كانت عنده معلومات باللي راها الثورة رايحة تتفجر ولازم يوجد المنطقة هذه باش تكون واجدة، ولا المعلومات كان هو الروح حب يدير ثورة كما داروها المشايخ تاع المقاومة الشعبية، الله أعلم. ومما أذكر على الشيخ الشريف شنوفي رحمه الله، قال كي احتفلنا بالذكرى نتاع استشهاد العقيدين عميروش والحواس، قال كان احتفال كبير في جبل ثامر. كان واحد من القيادات الثورية في ذاك الوقت، لأن القصة هذه ربما تكون في 80. قال كي احتفلنا السيد هذاك، هذه شهادة من عند الشريف شنوفي، لأنه يقول لي اللي رجع الاعتبار قال دركها، لأن الشيخ زيان في بداية الاستقلال ما عطوهش الاعتبار وحسبوه على جهة أخرى، يعني ما هيش جهة الثورة في ذاك الوقت. قال كي جاء السيد هذا وهو قائد من منطقة القبائل بدأ يتحدث، ومن بعد ذكر الشيخ زيان. قال كي ذكر الشيخ زيان قال الناس اللي كانت حاضرة كاين اللي قال له كيفاش انت تذكر في الشيخ زيان والشيخ زيان محسوب على جيش بلونيس. قال له لا، قال له الشيخ زيان كيفاش انتم راكم لحد الآن ما احتفلتوش وما عطيتوش لهذا الرجل حقه. قال لي هذه هي اللي كانت سبة، خاطرش كل واحد يقول لك أنا اللي رحت ودفعت وقلت لازم يعاد له الاعتبار، كل واحد يحب يتبنى الفكرة نتاع إعادة الاعتبار تاع الشيخ زيان. قال لي الشريف رحمه الله أن الفكرة نتاع إعادة الاعتبار الشيخ زيان أطرحها السيد هذا، أنا لا أذكر الاسم، هو كان يعرفه، قال فلان بصح أنا نسيت الاسم، يقول باللي هو اللي كان سبب باش احنا نرجعوا
نقولوا رانا غالطين، نقولوا الناس اللي كانوا مسؤولين في ذاك الوقت وكانوا مهمشين الشيخ زيان، قال ثم بداو كي يحضروا وبداو يتحدثوا بيناتهم كيفاش السيد هو جاي من منطقة بعيدة، وقال باللي الشيخ زيان كان هو الأساس تاع الثورة في المنطقة هذه. قال ثم بدينا وبدات الناس تتحدث وبدأ الصوت يعلو، لأنه كان الحديث عن الشيخ زيان تقريبا ممنوع قبل 80، باللي السيد ممكن خاين ممكن مانيش عارف، بصح بعدها بدأ الصوت يرتفع، ومن ثم أعيد له الاعتبار وين أقيم أول حفل للشيخ زيان على ما أظن في 82 في منطقة البيض، في المنطقة تاعو وين استشهد. كانت هذيك الذكرى الأولى. هذه شهادة للشيخ الشريف الشنوفي. أنا سمعت شهادات، نقولوا شهادات حية من ناس يعرفوا الشيخ زيان، كما حكيت لك على الشهادة نتاع الشريف الشنوفي كي راحوا للأوراس. عليات الحاج عليات ثاني عرف الشيخ زيان في فرنسا منين كان يناضل في الحزب السياسي نتاعو. يقول في الخمسين يعني قبل الثورة ب4 سنين، يقول الشيخ زيان تلاقوا في واحد القهوة ثم في ليون يسموها قهوة موح. يقول باللي الشيخ زيان في القهوة هذيك بدأ يحدث فيهم على الجهاد وعلى الثورة، ولازم هذا الاستعمار يخرج. يعني الناس ما كانتش عندها أصلا الفكرة هذه نتاع الثورة في 50. قال حدثوا واحد من القهوة في القهوة هذيك، قال له أنت تتحدث فينا على الجهاد ولازم الاستعمار هذا يخرج وكذا، ما عندناش يعني حنايا ماناش قوة كبيرة باش نواجهوا فرنسا. هذه الشهادة يدري بها الحاج عليات كشاهد عيان حاضر. يقول باللي الشيخ زيان رجع عليه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يعني قال له إذا كانت فرنسا قوية احنا راه عندنا الإيمان بالله وعندنا العقيدة نتاعنا. يعني كي تسمع شهادة كما هذه يقول لك في 50 كان الشيخ زيان يتحدث على الثورة ولازم للثورة. يعني هذا النجم نقول رجل سبق زمانه، والله رجل أو شيخ سبق الثورة. هذا قليل جدا مما كتب وروي عن الشهيد البطل السي عاشور زيان الذي سنحيي ذكراه في 7 من هذا الشهر. فرحمة الله على الشهيد الشيخ سي زيان، والمجد والخلود لجميع شهدائنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم أروع البطولات ولقنوا المحتل دروسا سيخلدها التاريخ وتتذكرها الأجيال مع كل مناسبة وطنية. يحبون